بعد الماتش امبارح الاهلاويه قاعدين بيتكلموا وبنتكلم معاهم. هو الاهلي هيعمل ايه في السوبر؟ ممكن شكلنا يبقى عامل ازاي؟ قعدنا نفكر كده، لقينا اغلب الناس رايحه في اتجاه تشاؤم تشاؤم تشاؤم. طب الناس مقفوره؟ الحقيقه الناس عندها حق. موسم بدايته وحتى الان تخلي الناس دايما تفكر بشكل تشاؤمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده مع وائل الامام. ماتش امبارح ممكن نبني عليه وممكن ما نبنيش عليه. ايه السؤال الصعب ولا الاجابه الغريبيه دي؟ لا لا لا، هي معتمده انت هتعمل ايه الماتش الجاي، وهشرح لك بالتفصيل وجهه نظري في الكلام اللي بقوله. الاهلي امبارح على مستوى الروح انا شايفه كان افضل من المباريات اللي فاتت. على مستوى الضغط واسترداد الكرة كان أفضل من المباريات اللي فاتت. ولكن ستظل مشكلة كبيرة جدا موجودة في الأهلي في الاعتماد على بعض العناصر المنتهية، اللعيبة الضايعة اللي مش موجودة، اللي ما بتقدرش تفيدك في أي شيء، وبياخدوا فرصة ورا فرصة ورا فرصة ورا فرصة، وموجودين وواخدين مكان لعيبة غيرهم تقدر تعمل لك حاجة. وده لب القصة اللي احنا فيها، وهشرح لك بالتفصيل النهاردة ليه احنا بنتكلم في كده. تعادل مخيب للأمال جدا مع المصري، لأن على الطبيعي وبعد ما شفنا المباراة امبارح انت كنت تقدر تكسب مرتاح جدا المصري البورسعيدي وانت حاطط على رجل، رجل على رجل. جراديشار المهاجم بتاع النادي الاهلي الكبير بيضيع كورة قدام ايه؟ ده واقف على خط الجول بيحطها في القائم. وبعديها الشوط الثاني كوره برضو شبهها لكذا لاعب في النادي الاهلي بتضيع بشكل غريب جدا او بيتم التصرف بيها بشكل خاطئ. ضربة جزاء في الوقت الضايع، في اللوز تايم، الوقت القاتل اللي انتهت المباراة فيه. زيزو اللي ما بيضيعش بيضيع. ده ايه النحس والفقر ده؟ هو النحس والفقر ده جاي من ايه؟ هل دي المباراة الأولى ولا التانية ولا التالتة اللي يحصل معانا كده؟ لا لا لا، أنت عندك مباريات كتير في الموسم نفس الشكل، معتمدة على حاجات كتيرة جدا ممكن نقعد نتكلم فيها للصبح. بعت وسام أبو علي وما جبتش البديل، وحتى على مستوى البديل اللي هو ممكن اللي هو موجود معاك دلوقتي يقدر يديك فوارق بسيطة بينك وبين وسام ابو علي فما تحسش قوي. لا ده الفوارق كبيرة، وسام في حتة والفريق او بقية مهاجمين الفريق كلهم في فرقة في حتة تانية. هل طلعت لاعب من الشباب بتاع ممكن تبني عليه خلال الفترة بدل ما انت عمال تستثمر في لعيبة فاشلة منتهية خلطة انتهت صلاحيتهم؟ ابدا. هل الاجانب عندك واخدين الخمسة في الملعب ومتظبطين ومتغندرين كده وعارفين يكسبوك كده؟ ابدا. ده انت بتلاعب واحد ولا اتنين بالعافية، والباقي يا اما في مستشفيات يا اما مستواه منتهي يا اما المدرب ما بيعتمدش عليه. الشكل ده والعوامل دي كلها تخليك ما تكسبش، وتخليك في الضياع، وتخلي العدالة في مهب الريح. العدالة اللي بتخلي واحد زي طاهر محمد طاهر كل ماتش الاقيه في الملعب بيلعب على حساب واحد زي محمد عبد الله. محمد عبد الله ده مثال حي للنقطة اللي بتكلم فيها، وهشرحها لك بالتفصيل لأن النقطة دي لو فهمناها بشكل واضح ممكن نفهم الأهلي ممكن الفترة اللي جاية لو عمل كده يتحسن ازاي. اي فريق في الدنيا بيعتمد على صف اول من اللاعبين الكبار، ممكن يكونوا يعني مختلف الاعمار 28 27 30 32 22 1 23 كده، توليفه كده حلوه في الملعب من اللعيبه اللي عندهم امكانيات عاليه جدا. وتبقى عندك اتنين تلات لعيبه كبار كمان موجودين بره مش اقل منهم مستوى اكيد، بس يقدروا يدوك الاضافه من على الدكه. وبعدين الباقي بيبقى ايه؟ الباقي مجموعة من الشباب الصاعدة الواعدة اللي تقدر تبني لك مستقبل، اللي 20 واللي 19 واللي 21 واللي 22 وهكذا. تديهم 10 في ربع 20 دقيقة في 25 دقيقة شوط، تبقى كسبان مثلا 3 4 0 فتنزل لاعب ولا اتنين منهم شوط بحاله وبرطعه في الملعب. خبرات بيكتسبوها، ثقة بينهم وبين الجمهور، ورهبة بتروح واحدة ورا واحدة ومرة ورا التانية. الكلام ده ما تمش، ما بيحصلش، وما بيحصلش بقاله فترة كبيرة. فبتفضل واقف ومحشور
في او قله كده، في قله كده يروح قافل على نفسك فيها، وقافل لك القله وقافل القله على نفسك، وقاعد في القله دي مبرطع، عماله تسقر وتنقط وتضيع منك نقط، وانت مفيش اي حاجه جديده بتديك امل ان انت ممكن تفوق بسرعه. الامل دايما هتلاقي في الاهلي ان يقول لك هنشتري اللعيب الفلاني، اللعيب اللي جاي ده سوبر، اللعيب ده جامد. طب يا جماعه، ما احنا عندنا كنز ممكن نستخدمه، ونستخدمه بقالنا فتره. محمد عبد الله طلع ازاي؟ مارسيل كولر لقاه لاعب ممكن يجي منه، اداله 5 دقايق، في 10 دقايق، في ربع ساعة لعب ماتش الأهلي والزمالك، بدأ ياخد خبرات. وحتى لو هو ما كانش كويس، بدأ اللاعب وهو صغير في السن بيكتسب خبرات أكبر من سنه، فيبدأ تلاقيه في الوقت اللي انت فيه ده يساعدك بقوة، وكمان سنة ولا سنتين يبقى أساسي في الفريق. الكلام ده مع لاعب واحد بس نزل امبارح، خلى كل اللعيبه اللي جنبه ملط، وتقدر تشوفهم بنضاره تانية، نضاره بتعريك قدام اللاعب ده، تعريه كده، تشوف اللاعب ده وهو عريان قدامك. لما يلعب لاعب عنده 20 سنه ينزل يديك الروح والطاقة، ويروح في 3 4 كور في 10 دقايق في منتهى الخطورة، منهم اللي اتصرف بعدم خبرة عشان صغير، ومنهم اللي الحظ ما ساعدوش، وهكذا. تخيل عندك 3 4 لعيبة دول كنت عمال تحضر فيهم، كان زمانك دلوقتي وضعك ايه؟ عمال تدي لقفشه، وتدي لطاهر، وتدي لمعرفش لمين، قفشه طاهر قفشه طاهر. طب ما تطلع لي يا عم عيل عنده 19 20 سنه تفتكر انه هيديك اسوأ من قفشه وطاهر؟ تفتكروا كده؟ في اسوأ من كده؟ طاهر محمد طاهر، في اسوأ من كده؟ في حد ممكن يديك اسوأ من كده؟ سايبه وتضيع لي 45 دقيقه من مباراه اديتها 90 دقيقه وانت بتلعب ناقص واحد. تريزيجيه النجم الكبير العظيم الكبير، فينك يا كابتن؟ انت لغايه دلوقتي انا مستنيك، احنا متعاقدين معاك من يناير اللي فات، ولغايه دلوقتي لسه ما جيتش. فينك؟ انت في يناير مضيت العقد، قالوا لنا هتيجي اخر السنه، جيت اخر السنه وشفناك نظرا، ولكن ما شفناش اي حاجه عمليه ليك توضح ان انت جيت. بتاخد رقم كبير جدا جدا، يعني اعمل بربعه. اشوفك بتعمل هات خوات وخد مع لاعب، اشوفك بتساعد الفريق، اشوفك رافع عينيك وشايف الفرقه كده معاك وبتساعدها وبتحاول ان انت تسجل، اشوفك ايجابي. انت ما بتعملش حاجه يا كابتن، ده انت كابتن من كباتن الفريق، ده الناس دي المفروض تبص لك وتعتمد عليك. ده انت كنت بتلعب في انديات اوروبا الكبيره، بتلعب في فرق في الدوري الانجليزي والتركي ومعرفش مين، فتيجي الدوري المصري الكحيان بتاعنا ده تقلب بطه بلدي. فينك يا كابتن تريزيجيه؟ يلي كان بيتقال ان تريزيجيه شايل المنتخب مع محمد صلاح، وساعات كان بيتفوق على صلاح وهو في المنتخب. فينك يا كابتن تريزيجيه؟ انت موجود معانا؟ لعيبه كتير محتاج تقعد معاهم وتقعد تفكر اللعيبه دي هتقدر تفيدك الفتره اللي جايه ولا لا. الاجانب بتاعت الاهلي مش هينفع المنظر والشكل الحقير اللي موجود عليه اجانب الاهلي. الخمسه لازم يكونوا في الملعب، ولو الخمسه مش هيكونوا موجودين في الملعب يا كابتن مشيهم، اتكلوا على الله، ده بياخد بالدولار. انا يا عم اولى لاعب عندي صغير اولى، وهات لي لاعب اجنبي تاني يقدر يديك في الملعب. الموسم ده مش هيتلحق الا بكده. يناير هو فرصة انقاذ حقيقية للموسم ده. لو ما لحقتوش الفريق عن طريق الاجانب رقم واحد، وتبدا تشوف عمر سيد معوض، وتشوف محمد عبد الله، وتشوف الناس دي وتبدا تطلع. حمزة عبد الكريم لما يرجع لازم ياخد اللعيبه المنتهيه، كفايه عليهم كده، شريف وقفشه وتريزيجيه يا حبيبي. لازم طاهر وقفشه يطلعوا بره ال 18 بتاع الفريق، ده اول خطوه اصلاحيه، وتبدا تطلع عيال صغيره تساعدك. خلي دول الانستا، للمنظره، للقطات، للغه، اللي يتكلم مع المدرب، مش اكتر من كده. يسرب امبارح عمل حاجات غريبه جدا، تغييرات غريبه جدا. ديانج، ازاي ديانج يطلع وهو كان ماسك خط وسط الاهلي بكل قوه، وتنزل لي محمد شكري اللي طبعا مش موجود كالعاده،
مكان ديانج، فترجع لي كوكا نجم النجوم في نص الملعب وتخلي شكري باك شمال. طب ما تطلع كوكا وحط ديانج، وتطلع كوكا وحط شكري مكانه بس. ايه التأليفة دي؟ ايه الجديد اللي هيديهولك كوكا في نص الملعب عن ديانج؟ واول ما اتعملت التغييرات دي الاهلي فقد نص الملعب. ولولا نزول محمد عبد الله في اخر 10 دقايق الاهلي ما كانش هياخد مبادره على المصري اخر 10 دقايق. وش كده بقولها لك، هو اللي عمل تحولات ونقل الاهلي. لان بعد التغييرات دي يستروب، بعد تغييراته الاهلي بدأ يتم تهديد مرماه بالفعل، وفقد الميزه الاهم اللي كان واخدها حوالي شوط ونص، وهي الضغط والاسترداد القوي في للكره عن طريق ديانج ومروان عطيه. ناس كتير متشائمه بالسوبر. هقول لك انا الكلمه اللي بدات فيها الحلقه، وهي هو احنا ممكن نبني وممكن نروح في 60 داهيه. البناء بالنسبه لي ان انت تكمل على اللي انت وقفت عنه وتزود. ازاي؟ انت كنت متفوق في الضغط، في شويه روح، شمينا شويه روح في شويه في الاخر. الضغط ده لازم يستمر بنفس القوه، يعني ما اجيش الاقي في سيراميكا منظر تاني وشكل تاني، يبقى كده كانت حاله من الحالات، ويبقى كده احنا السياره ترجع الى الخلف، ويبقى كده كانت لقطه ومنظر والجديد مش جاي. وفي نفس الوقت ابدا اشوف انت بتتعلم من اللي انت بتعمله ولا لا. اتعلمت من وجود طاهر في الملعب بيفيدك ولا مش بيفيدك؟ اتعلمت لما بتطلع ديانج اللي بيجرى؟ اتعلمت لما بيكون في لاعب زي تريزيجيه ما بيأديلكش ممكن تنسيب حد او تنزل حد مكانه ويساعد الفريق بجد، فاللاعب ده يقعد على الدكه شويه علشان يحس ويبدأ يحس بالنحرره وانه يبقى موجود ويثبت وجوده؟ اتعلمت بان الاهلي مش هينفع وهتبدأ الجماهير تفقد الثقة فيك عشان انت ما بتكسبش؟ اتعلمت ان لاعب زي قفشه لما بتنزله مش هيفيدك في حاجة في الفريق، وان انت بتضيع وقت وبتهدر وقتنا على الفاضي؟ لعيبة الفريق اتعلمت ان ما ينفعش ان الجمهور الكبير اللي راح لها امبارح لاول مرة السنة دي مع ماتش المحلة كان مفروض يروحوا يحيوهم بدل ما يسيبوهم ويخرجوا ويسيبوا كابتن الفريق اللي محدش بيسمع كلامه يحيي الجمهور لوحده. الجمهور اللي كان شغال من غير ادوات امبارح وكان صوته واصل وسخنك لغايه اخر دقيقه، تسيبوه وتطلعوا علشان هم عاشقين جمال عيون ابوكوا مثلا يعني، ولا هم عشان خدامين اللي خلفوكوا؟ الجمهور اللي بيروح يقطع تذكره وبيمشي من شفات لغايه برج العرب سايبينه وتخرجوا وما بتسمعوش كلام كابتن الفريق؟ لغايه دلوقتي ما سمعناش اي حاجه ولا هتسمعوا اي حاجه، لان واضح ان في حاجات كتير عاوزه تتغير على الاهلي. الامل موجود لو بنيت من حيث انتهيت وبدات تطلع لفوق، والامل مش هيكون موجود خالص لو رجعت لورا او وقفت زي ما انت. بشكركم جدا، لو عجبتك الحلقه لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل على خير في حلقه جديده قريب باذن الله.